السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تليفوني رن. الو. حضري عشاء. حتى لو عندنا ايه يا جماعة، طالما حضري عشاء. مفيش اسمها عشاء. اي حاجة دي، اي حاجة دي ما بتمشيش معانا، احنا ما بينفعش معانا اي حاجة دي. طب ايه عايزين تتعشوا؟ ايه عايزين؟ ناكل بيتزا. تعالوا نشوف عجينة البيتزا معانا هنعملها ازاي. سهلة وبسيطة. 4 كوبايات دقيق، معلقة خميرة، معلقة بيكنج باودر، 3 معالق زيت زيتون، 3 معالق لبن بودرة، معلقة مايونيز، كوباية ونص مية. الكوباية ونص مية هنا انا مش هحطهم كلهم، انا هحط الاول كوباية مية وبعدين احط المية على حسب الدقيق اللي معايا. دايما عودي نفسك في اي عجين بتعجنيه الميه تحطيها تدريجي، لان انت ما تعرفيش العجين هياخد منك ميه. في عجين بيقبل ميه كتير وفي عجين ما بيقبلش ميه كتير، فعلى حسب الدقيق اللي معاكي وعلى حسب نوع الدقيق اللي معاكي. هنا حطيت معلقه المايونيز وهحط 3 معالق من زيت الزيتون وهبدأ اعجن وذرة ملح وهبدأ اعجن في البيتزا بتاعتي. هنا الميكس بتاع زيت الزيتون مع المايونيز مع اللبن البودرة بيدي لعجينة البيتزا طراوة وهيشان وخفة جميلة جدا. بتبقي عايزة تاكلي الخبز بتاع البيتزا قبل الحشو اللي فوق البيتزا من فوق. هنا هنعجن العجينة معايا وهبدأ احط المية تدريجي. احط المية معايا تدريجي حسب نوع الدقيق اللي عندك. الدقيق انواع يا جماعة، يعني في دقيق ممكن بيقبل مية كتير وفي دقيق ممكن يقبل مية معاكي قليل، حسب نوع الدقيق. وبعدين هنا عندي المايونيز. على فكرة المايونيز بيدي خفية للعجينة بتاعة البيتزا تحفة، بيخليها في دنيا تانية خالص، بتختلف. اللي ما بيحطش مايونيز مع عجينة البيتزا يجربها. هنا كانت العجينة بدأت تلم معايا ومش محتاجه ان انا احط ميه كتير. على فكره انا ما خدتش هنا نص كوبايه الميه كلها، يعني خدت ربعها تقريبا، يعني خدت معايا كوبايه وربع ميه، ما خدتش كوبايه ونص كلها. هنا كانت العجينه انا مش عايزه العجينه تكون لابسه قوي او تكون جامده معايا، انا عايزه العجينه يكون فيها طراوه كده، تكون طريه لينه معايا بحيث انها تكون سهله في الفرد معاكي. هنا هنسيب العجينه بتاعتنا تخمر وهنشوف بقيه الخطوات بتاعتنا هنعمل ايه. هنجيب شويه الخضار اللي هنعمل بيهم البيتزا. هنا عندي ميكس من فلفل الالوان، فلفل اخضر، فلفل اصفر، فلفل احمر. عندي نص بصلايه، نص بصلايه اللي هي ممازن، عشان انا هنا هعمل البيتزا بيتزا دجاج. انا بحب احط بصل ني مع بيتزا الدجاج، بيديلها طعم تاني. انا بصوا بقى دي اذواق، يعني انت وراحتك. الميكس اللي انت عايزه تعمليه من الخضار اعمليه، الحشوات اللي انت عايزه تعمليها اعمليها، اللي يجي على بالك ويخطر على بالك وتحبيه اعمليه. الطبخ ده يا جماعة أذواق. أنا بحب أحط البصل، بيدي طعم وتيست مختلف مع الدجاج، بيخلي طعم البيتزا حلو. عشان كده انا واخده نص البصلايه حطاها مع الدجاج. هوريكم دلوقتي الدجاج اللي انا مسوياه دجاج مفروم، حاطه عليه نص بصلايه مسوياه فيها ونص بصلايه نيه عاديه. قطعت هنا ميكس الخضار الفلفل، وهقطع نص البصلايه برضو اجنحه كده جوانح، وهركنه الخضار ده في جنب. وهنبدأ نشوف احنا هنعمل ايه في بقية الحشوات. عندي زيتون مخلي وعندي الدجاج المفروم. على فكرة يا جماعة مش لازم تحشيها دجاج ولا لازم تحشيها لحمة ولا لازم تحشي، ممكن شوية الخضار والجبن بس بيخلي طعم البيتزا تحفة. انت عجينة البيتزا معاكي بتبصي بتغنيكي عن اي حاجة، فاللي موجود عندك حطي، ما تصعبيش الدنيا عليكي الموجود. احنا فعلا في ظروف صعبة والدنيا صعبة والعيشة صعبة وكل حاجة غالية، فأي حاجة انت بترضي ولادك بأقل حاجة اللي موجود عندك تعملي. هنا كنت جبت الصلصة هنا كانت العجينة اختمرت عندي وكانت ارتفعت ارتفاع كويس، فهبدا ان انا افردها معايا. وعندي هنا الصلصه بتاعت البيتزا. الصلصه هنا يا جماعه انا عاملاها منين؟ عاملاها معلقتين من الكاتشب ومعلقه من الصلصه العاديه ومعلقه كمون ومعلقه فلفل اسود ومعلقه ذره ملح صغيره او نص معلقه ملح. هنقلب كله على بعضه وكده عملنا صلصه البيتزا. عايزه تعملي صلصه البيتزا العاديه اللي الناس بيعملوها، اللي انت بتطيبيها عادي وتعمليها لوحدها دي، اعملي. انا بحب ميكس الصلصه ده بيبقى حلو قوي، بيدي طعم للبيتزا وبيدي لون على فكره لعجينه البيتزا من تحت حلوه قوي، بيخليها حمرة كده اللي بتشوفيها في المطاعم دي، بتبقى حلوه وجميله. هنا كنت فردت العجينه وفردتها وحطيتها في قلب الصاج بتاعي. الصاج بتتهنيه من تحت
فرشة زيت كده عشان ما يلزقش العجينة معاكي وانت بتطلعي البيتزا. هنفردها كويس وهنبدأ نخرمها كده بشوكة بحيث ان احنا ما نخليش العجينة بتاعتي ترتفع. انا مش عايزة العجينة ترتفع في الفرن، انا عايزة السمك بتاع العجينة اللي انا محتاجاه يكون رقيق، تكون حلوة، مش عايزاها تخينة ومش عايزاها ترتفع معايا. عشان كده هنبدأ نخرمها بالشوكة كده مع بعض، وبعدين نبدأ نحط الصلصة بتاعتنا عليها بالظبط كده كله، يعني تمشي في الاماكن كلها بحيث ان مفيش مكان يرتفع عن مكان او مفيش حتة ترتفع عن حتة. هنخرمها كلها، بعدين نجيب الصلصة بتاعتنا وننزل تاني. هنقول على الصلصة دي مكوناتها: معلقتين من الكاتشب، معلقة من الصلصة بتاعتنا العادية، ونحط عليها معلقة كمون، معلقة فلفل اسود، نص معلقة ملح. هنفردها كويس على العجينة. شوفوا هنا ادتها لون تحفة ازاي. هنا اللون ده لما بيستوي مع العجين مع الخلطة اللي فوق اللي هي الحشوات، ما بيبص انت لو شلتي الحشوة من فوق هتلاقي لون العجينة زي ما هو كده. هنحط عليها شوية من الجبنة الموتزاريلا. هنا انا بحب احط قبل ما احط الخضار وقبل ما احط الحشوات، بحب احط الجبنة الموتزاريلا على العجينة، بتدي طعم للعجينة حلوة قوي يا جماعة، جربوها بجد هتفرق معاكم كتير، وبتخلي المطة بتاعت البيتزا حلوة اكتر، بتديكي مطة اعلى، لان الجبنه هنا بتسيح، ما بتاخدش وش فوق زي الوش اللي بتحطيه الاخر طبقه من الكريمه من الجبنه من فوق. لما بتيجي تديلها وش للبيتزا فبتاخد وش معاكي، فلما بتيجي تشديها ما بتبقاش المطه قوي. حتى لو انت جايبه نوع جبنه بريفكس ممتاز، مش هتديكي المطه التمام، فلما تديلها شويه جبنه تحت هتديكي مطه احلى. جربوها هتعجبكم. هنا كنت حطيت الدجاج وحطيت الفلفل الالوان. هوزع كده الخضار على البيتزا كلها، وهبدأ احط شرايح البصل، وهبدأ احط طبقة كمان من الجبنة الموتزاريلا. هنحط الزيتون الاول وبعدين نغطي وش البيتزا بالجبنة الموتزاريلا. وبس كده، كده البيتزا جاهزة معاكي تحفة. هي بتفضل في الفرن من 20 ل25 دقيقة، ما بتغيبش معاكي، حاجة بسيطة. المهم الخلطات تاخد الوش البيتزا ياخد وش كويس، وتحت من القعر تاخد لون معاكي حلو. احنا عايزين لون اصفر حلو، عشان كده هنحطها في فرن وسط على درجة حرارة 180 عشان تطلع مستوية كويس معاكي. كده بقت البيتزا عندي تمام. هندخلها في الفرن بقى، وتعالوا نشوفها بعد ما طلعت من الفرن. تحفة تحفة بجد، شفتوا؟ رهيبة ما شاء الله، اللهم بارك يا رب، ما شاء الله تحفة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا على النبي يا جماعة. هنبدأ نقطع البيتزا بتاعتنا بقى، وتعالي اتفرجي على المطة التحفة الرهيبة. المطة دي بقى اللي انتي هتشوفيها معايا دي من حركة الجبنة اللي حطيناها في الأول قبل ما نحط ميكس الخضار. بتفرق قوي قوي يا جماعه والله، بتديكي مطه حلوه قوي للعجينه ومطه حلوه للبيتزا معاكي قوي. شوفوا هنا الجبنه ما شاء الله. بوريكم الشده، لسه هتشوفوا مع بعض، هتبقى هتديكي كده مطه كده رهيبه، احبال كده مطاطيه ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. هنقطعها كده نفس تقطيعه البيتزا اللي بتيجي من المحلات، مثلثات كده. ما عنديش بصراحه القطعه بتاعه البيتزا، فطبعا احنا ما بنقفش على حاجة، يعني احنا بنتصرف اي حاجة المتاح عندنا بنشتغل بيه. هنا هنطلع قطعة كده سخنة، مش قادرة امسكها بصراحة. هنسلك قطعة الاول كده، نطلعها نشوفها مع بعض. شايفين الجبنة بتعمل ازاي؟ ما شاء الله يا جماعة بجد كانت تحفة. شوفوا الجمال، شوفوا المطة خطيرة. شوفوا المطة، انا لو فضلت ارفعها كده لفوق للسقف هتفضل المطة شغالة معايا ما شاء الله، اللهم بارك. تحفة، بألف هنا وشفا للي اكل، اللهم بارك يا رب.
شوفوا المطه، اوريكم المطه هنا، بصوا هقطع لكم حته تحفه. شايفين الجمال؟ انا هنا بصراحه اغرتني فما قدرتش استحمل، فكان لازم ادوق بصراحه. شوفوا هنا القعر معايا واخد لون حلو كده جميل. شوفوا القعر بتاع البيتزا واخد لون ذهبي كده جميل معايا ازاي، من تحت ومن فوق وشها تحفه. هنا كنت بدوق بقى يا جماعه، ما كنتش قادره استحمل بصراحه. اللهم بارك. تعالوا نشوفها بعد ما قطعناها. تحفه. جربوا الطريقه دي وقولوا لي رايكم فيها، هتعجبكم. او قدمناها مع شويه زيتون كده جمال وشويه كاتشب مع مايونيز، وبألف هنا والشفا للي هياكل. لو وصلت لهنا اشتركي في القناه وفعلي الجرس، ولو اول مره تتفرجي عليا انا بسمة وليد، هبقدم لك سلسله من الفيديوهات يا رب تعجبك ويا رب اكون خفيفه على قلبك. ولو بتحبيني توزوا لايك وفعلي الجرس عشان تشوفي مني كل جديد. لو اول مره تشوفيني انا بسمة وليد. شفتوا المطه خطيره. اشوفكم في فيديو جديد.